عايزه اقول لكم ان الفيديو ده انا والله كان نفسي حد يقوله لي وافهمه واستوعبه واطبقه من زمان قبل ما اضيع سنين على الناس ما تستاهلش. بس الحمد لله هو انا بقوم بدوري وبحاول اوصل للناس اللي في نفس المشكله الفكره عشان يتخلصوا بقى من الاذى للابد. انا اسمي روناء وعملت القناه دي علشان ندور ونفتش جوانا على الحاجات البايظه ونصلحها، على الحاجات المكركبه ونرتبها، علشان لو احنا غيرنا طريقه تفكيرنا وغيرنا شعورنا تجاه نفسنا ورتبنا افكارنا ده هينعكس على حياتنا بشكل احنا مش متخيلينه. عايزه اقول لكم اني اتعاملت مع شخصيات سامه كتير، واسوأهم على الاطلاق النرجسي الخبيث والنرجسي الخفي، ودول نوعين مختلفين. النرجسي الكلاسيكي الخبيث والنرجسي الخفي دول نوعين مختلفين والاثنين اسوأ من بعض، ولكن اكترهم أسوأ وبالذات على الناس الطيبة اللي عندها ضمير اللي كده النرجسي الخفي، لأنه بيلعب على المشاعر بشكل مرعب. وبقى مش هقول لكم اصل انا حظي السيء، لأن احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات ان هو مش فكرة حظ، في حاجات تانية كتير غير الحظ. اوكي، يعني بتلعب دور في الموضوع غير انه بس حظ، مش بس حظ، مفيش حاجه بتحصل صدفه غالبا. طيب بقول لكم ليه ان انا شفت شخصيات، ده مش تباهي يعني ولا مدعاة للفخر خالص، هي الفكره بس ان انا بقول لكم اني بكلمكم عن تجربه، واني لقيت من تجربتي ان الشخصيات دي بتلعب على حاجه واحده بس، وهي اللي بتخلينا عبيد عندهم على طول، وهي انه يشككك في مشاعرك ويشككك كمان في اللي انت شايفه. انت مش بس بتشك في مشاعرك، انت لو شفت حاجه ممكن يقول لك، يقعد يلف في الدنيا ويخليها كده، يلف لك الاحداث في دماغك بشكل ويرتبه لك بشكل تطلع انت في الاخر اللي غلطان. شفتوا البجاحه والفظاعه؟ هي كده بالظبط. تيجوا بقى نضرب امثله علشان نشوف هما بيعملوا ايه ونشوف احنا بنتعامل مع ده ازاي، او المفروض نتعامل مع ده ازاي. هضرب لكم مثال النرجسي الخفي. النرجسي الخفي ده على طول مش زي النرجسي التاني بقى متباهي وبتاع، ده على طول المكسور، الغلبان، المظلوم، الضحية، اللي قدرته محدودة، المتواضع. وحطوا كلمة تحت كلمة بقى ضحية دي 5000 خط، ضحية 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 للصبح. فالشخص ده لما يجي يعمل معايا مواقف سيئة، طبعا مش كل الاشخاص الغلبانين او اللي عايشين في دور الضحية نرجسي خفي، بس انا بقول لكم يعني انه النرجسي الخفي دي من اهم سماته. فيجي يعمل معانا ايه؟ يجي مثلا ينكر معروف مهما تعمل له حرفيا ولا كأنه موجود، يأذيك اكتر، يبتدي يقلل من ثقتك في نفسك، يبتدي يقول لك كلام من تحت لتحت وكله مخفي. هي المشكله في الاشخاص دي ايه؟ يعني في ناس بتعيش معاهم ب 30 و40 سنه وما بيبقوش عارفين ده ايه، عمرهم بيضيع معاهم، بيتاكلوا نفسيا حرفيا وهم مش فاهمين. عشان كده انا هقول لكم بقى تفهموا الليله دي ازاي من غير ما نقعد نخش في تفاصيل ومن غير ما نشخص ولا نسحبه عند الدكتور يشوف لنا ده ايه ولا الكلام ده خالص. يحسد، يأذي، وكل الحاجات دي، بس هو زرع في دماغنا فكرة معينة. ايه هي الفكرة دي؟ ان هو غلبان ومسكين وضحية ومظلوم. تمام؟ دي الفكرة اللي مزروعة في بالنا عنه، خصوصا انه ممثل بارع، ولكن احنا بنتأذي بالشكل الفلاني. فيبتدي يعمل حاجة في دماغنا اسمها الناريتيف لوب. الناريتيف لوب دي اللي هي ايه ممكن اقول المعنى الحرفي، مش عارفة يوصفها قوي ولا لأ، واللي هي الحلقة السردية او حلقة قصصية، اللي هي ايه؟ انا مزروع في دماغي ان الشخص ده غلبان وطيب ومسكين وضحية، وعلى طول ما يقصدش، وعلى طول يعيني غبي كده في نفسه وبتاع. فيعمل الموقف او يقول كلمة تتكرر في نمط للموضوع. هي مش فكرة غلطة والسلام، لا، ده في مضايقة كل شوية من الشخص ده، انا مش فاهم ايه في ايه السبب، بس انا اتضايقت لما عمل كذا او قال كذا. فيرجع دماغي يقول لي بس هو غلبان، فنرجع اقول بس انا اتضايقت. طب هل انا حساس؟ طب هل انا كنت المفروض اعمل حاجة تانية عشان ما يبقاش ده رد فعله؟ نبتدي نلوم على نفسنا ان احنا اتصرفنا بطريقة كويسة وهو اللي قابل ده بطريقة مش كويسة. فيرجع عقلي تاني يقول لي لا بس هو غلبان، هو قال لي انه غلبان، هو دماغي ما بيقوليش هو قال لي انه غلبان، بس انا ده اللي مزروع في دماغي. خلي بالكم كلمة مزروع، هي خلاص لزقت في دماغنا ان هو شخص غلبان لانه بيمثل على المدى الطويل. فيرجع اقول طب انا اتضايقت ليه، وارجع احلل في الموقف
وافضل دماغي تاكل في بعضها، افضل احلل في الموقف، طب يا ترى كان يقصد، طب يا ترى انا السبب، طب يا ترى معرفش ايه، بس هو قال لي انه غلبان، وهكذا. عشان كده اسمها اللوب، حلقه مفرغه اللي بيدخل جواها بيضيع. جاي هنا بقى عشان اقول لكم ازاي تطلعوا من الحلقه دي بحاجتين لا ثالث لهما. اول حاجه اني اصدق مشاعري. المشاعر لا تناقش، وهنشوف دلوقتي لو مشاعري انا يعني بتخصني ولا تخص الشخص، يعني تخص غلطه من عندي ولا غلطه من عند الشخص، واشرحها لكم بطريقه سهله جدا. اول حاجه المشاعر ما بتتناقش. انا طالما حسيت بالحاجه يبقى خلاص دي حاجه غير قابله للنقاش. تاني حاجه انا ماليش دعوه بالكلام اللي الشخص بيقوله لي عن نفسه او معتقدي عنه، انا لي دعوه باللي انا شايفاه وباللي انا لاحظته بعينيا او باحساسي. وهضرب لكم بقى مثال علشان يعرفكم ازاي انا طالما انا المشاعر ما بتتناقش، ازاي ما اكونش مثلا انا ظالمه بمشاعري. انا هقول لكم دلوقتي مثال عشان اعرف المشكله في مشاعري من عندي انا ولا بسببه هو. واحدة بتعمل محشي حلو قوي، 2 شاطرين في الطبخ قوي، واحدة فيهم بتعمل محشي تحفة جدا، والتانية بتعمل محشي حلو جدا برضه. بس الأولانية قالت للتانية أنا المحشي بتاعي ده عمرك ما هتاكلي زيه، معلش ولا أي حد يعرف يعمل زي بتاعي ده. فالست التانية اتضايقت، حست إن هي مستفزة. فتعرف منين هي مستفزة؟ علشان هي غارت بطبيعة الحال انه مثلا ايه 2 بيشتغلوا نفس الشغلانة، ففي بينهم تنافس، وبعد كده هي بتبتدي بقى ايه تسيطر على مشاعر الغيرة دي، انها ما تاخدهاش مثلا تصرفات وحشة او تبقى تعادي شخص لمجرد انه احسن منها في حاجة. ولا الشخصية دي ليها نمط يا جماعة، نمط. الحل في كلمة هنا النمط، هي مش حاجة عابرة ولا الست دي مرة قالتها علشان خاطر هي مثلا شاطرة في الحاجة دي، لا ده نمط. في المحشي أنا بعمل أحسن، لبستي حاجة هتحسي إنه لا مش أحسن حاجة عليكي، عملتي إنجاز لا 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 أنتي بتتعبي بقى من الحاجات دي وبتاع، وأنتي مش قد الحاجات دي فبعيدي عنها. حسد مستمر، بتشوفي نظرات مش تمام كتير، بتشوفي مثلا كلام وتصرف عكس الكلام. نمط سيء من الشخص، ولا هي فعلا بتعمله حلو قوي وبتعمل محشي حلو قوي، فبس هي شويه ايه يعني كانت نفسنا وبتاع وخلاص وراحت لحالها. فانا اعتمدت هنا على حاجتين، ان انا ما ناقشتش مشاعري. انا ما قلتش انا حاسه بكده ليه، طب انا اللي ظالمه ولا هي اللي مظلومه، ولا انا بس ما تخشوش في التحليل خالص. التحليل هيضيعنا مع الناس دي خالص، وفي اي حاجه بيعمل تشويش. انا ما ناقشتش مشاعري، انا لاحظت مشاعري بسبب ايه، اللي هي النقطه الثانيه، ان انا بلاحظ بشوف في نمط متكرر ولا دي كانت مشكله من عندي. فاهمني؟ فاللي انا قلت لكم النهارده ده هيحل لكم المعضله بتاعه ان انا ادخل في حلقه ما بعرفش اخرج منها بسبب ان شخص بيقنعني عن نفسه حاجات وهو في الواقع مش كده. في ناس بقى مهتمه بعلم النفس زي كده، وبتقعد بقى تحلل ومش عارفه تعمل وتدور وتعرف الانماط والكلام ده كله. لو انتم مش مهتمين بعلم النفس كعلم نفس، خلاص ما تقعدوش تحللوا في الشخص. مش مهم الشخص ده نرجسي ولا حمصي ولا ترمسي، مش هتفرق. الفكره كلها في انا حسيت بايه مع الشخص، ثانيا انا لاحظت ايه، هل ده نمط ولا ده مش نمط، والكلام ده كله. ويا جماعه مشاعر الامان ما فيهاش نقاش. لما شخص بيكون كويس انا بحس في وجوده باني كويس، حتى لو ليه اخطاء، حتى لو ليه اخفاقات، انا بحس اني كويس. الشخص اللي يخليني تايه ومشتت وعمال افسر وعمال احلل شخص متعب. بس انا قلت لكم الحل اللي انا وصلت له بالبحث والملاحظه وكده. يعني ما اعتقدش ان في حد طبيب مثلا سمعت منه الكلام ده، ولكن جربوا الطريقه دي وقولوا لي. هو الكلام كله مبني على حاجات علميه انا قريتها او انا سمعتها من دكتور او حاجه، بس الطريقه عموما دي طريقه انا توصلت لها بالخبره. ولكن عايزه اقول لكم ان مش معنى الخبره ان احنا نفضل مع الناس دي طول حياتنا. خلاص الناس دي بتبقى مرحله وخلص. انا بس عايزاكم تقولوا لي في التعليقات حابين تسمعوا مني ايه، وطبعا التعليقات اللي هلاقي في يجمع عليها ممكن وانا عندي اللي اقوله في الموضوع اكيد ان شاء الله اعمل له فيديو. وبس كده، اتمنى اشوفكم على خير الاسبوع الجاي. مع السلامه.